عندي باص وصل من المدينة المنورة الساعة 7 الصباح لمركز سلوى. كان سبق قرارات أن الباص القطري ما يدخل، فتوقفت باصاتي. استأجرنا باصات من السعودية. وصل الباص للحدود السعودية الساعة 7 الصباح. لما وصل موظف الجوازات قال هذا الباص السعودي ما يدخل إلى قطر. عليكم أنتم كأصحاب حملة، كلموا أنتم يا معتمرين الحملة تجيب لكم باص من قطر يشيلكم. فالعائلات معهم أطفال، يعني يومين سفر، أخذوا أطفالهم دخلوا على الضابط تكلموا معه، قال كلكم تطلعون برا ولا يدخل عندي ولا واحد. أخذهم طلعهم برا في الشمس. جلسوا من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 3 العصر. 3 العصر لما تبدل الشفت الظهر أخذ جوازاتهم وختمها. تخيل أطفال، نساء، كبار سن، صايمين، جايين من المدينة المنورة سفر يومين، يجلسون من الحدود في الشمس في رمضان من الساعة 7 إلى الساعة 3 العصر. كم فيها من العناء. يعني هذه فيها أشياء، فيها مترتبات من هذا المعتمر أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل، ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى حاجة. سنظل نحب هذه الدول، سنظل نحب هذه المجتمعات ونقدرها احتراما لأهل لنا فيها، لأناس أحبونا ونحن قد لا نعرفهم.